السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو جديده معايا متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى نعمل ايه حلوين. عندنا في ناس بتقول عليه بسارية، احنا بنقول عليه ليه اسامي كتير. ايا كان، هو احنا معانا السمك ده النهارده، ده نص كيلو. انا متبلاه من بدري، غسلاه كويس ومتبلاه بهارات وشطه وفلفل اسمر وكمون وكزبره وكده وليمون كتير بقى. هنا معايا دقيق على شويه بقسماط وشويه نشا وشويه بهارات برضه. هنعمله في الدقيق كله كده. تمام. بسم الله. ارص في صينيه من غير اي حاجه. اعمل الكميه كلها كده نفس الطريقه. انا حطيت نشا عشان تخلي السمكه مقرمشه، وفي نفس الوقت هيبقى فيها من جوه، يعني مش ناشفه قوي، يعني هو بيستوي على طول، مش بياخد سوا ولا حاجه. تمام. اخلص الكميه نرجع لكم كده حبايب قلبي. انا عملت الكميه اللي انا هعملها دلوقتي. احطها بقى على النار وفي طاسه تانية بسخن زيت يقدح كويس وهنزل بيه عليه. هنا انا حطيت على النار، وهنا ده الزيت التاني اهو بسخنه في طاسه تانية. الرز هنا بيتقدم. هنزل بشويه زيت مش كتير، بس عشان ينزل عليه وهو سخن كده. تمام. والباقي هقدح بيه للرز. يسخن كويس. شايفين هنا عشان تشتغل كده على طول، السمك ما يلزقش في الصينيه. عايزه تعمليه في الفرن براحتك، عايزه يعني انا بعمله وبصفي الزيت. هتشوفوا دلوقتي انا اعمله ازاي، لان هو مش محتاج تسويه، دوبك بس بيتحمر. انا بحب اقدح للرز واسيبه شويه على النار عشان يعمل قصدي. عايزه بقى ما يطلعش معاك ريحه زفاره، حط نقطه خل كده انت بتحمر، خليش ريحه زفاره. شايفه؟ انا بقى لما بكون عامله كميه ببقى اطفي الزيت في طبق واقلبه على صينيه كده وارجعه تاني زي ما كان. شوف مش متحمل في النار. كده حبايب قلبي يكون غدانا جاهز للسمك. عملت بصل كده بليمون وخل، طبق سلطه جميل، وده الرز المفلفل. بسم الله بقى. تعالوا شوفوا اوريكم السمك. شايفين لحمته بيضه وتحفه، وطعمه بقى متبل. عشان بقى الليمون عليه. تعالوا بقى اتفضلوا معانا.
متنسيش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.